الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، في هذا الدرس نتكلم حول خطة إرسال الجيوش الإسلامية إلى منطقة الشام لمحاربة دولة الروم. سنتكلم الجيوش التي أرسلها الخليفة وأمير المؤمنين رضي الله عنه، ما كان يوصيهم وكيف كان الخطة لإرسال الجيوش وماذا كان ينتظرهم. سنتكلم عن هذا، وهناك نصائح من الخليفة لقائد الجيش حينما يرسل بماذا يوصيهم. سنتكلم واحدا واحدا. وكان خطتهم أن يرسلوا الجيوش دفعة واحدة، لا مجموعة مجموعة، وكل مجموعة إلى منطقة. كان عندهم خطة وكان عندهم معلومات جيدة، فبهذا الشكل قالوا نرسل الجيوش كل جيش إلى منطقة حتى نتمكن من فتح هذه البلاد وندعو العبادة إلى عبادة رب العباد. برايد عزيز بي حفتة بحثة شاندنا هيز إسلامي. هيز معنى قوته، يعني عسكري كو خليفة قو أميوان آلي باجاري ويجب منطقة شامي دابشينن. زمان عربي دا جيكو هاد قوتن بلاد الشام باجار شامي نه پایتخت سوری بتنیه، يعني أردن كذا بري فلسطين لبنان سوريا حتى نيفي كردستان هم كذا بني منطقة نرتب بلاد الشام جراته قوتن. أما إيرو دناوا ملت داد أدوية شونه شامه ج پایتخت دولت سوريا ناوي شامه ناوي أصلي تشتكي دنيا دمشق ياجي دمسقوس جرات بجن حتى يكي كرد نفسان قلتوا دمشق معناه دحب مشكي آوينا، يعني إجا نظام دمشق سيمشق شنه أما ناوكي كفنا، يعني ناوكي بريا إسلامية. معنا تماشاكن كاب بلانا حضرتي أبو بكر تشبوك عسكرة توا بشينن دورة شركي حتى نلبيشهم منطقة كيا كروم هاتيا واندرا قرتيا أو منطقة هاني جرا ورا فكرن بشكل كبا منطقة كإسلامي. أما أنا بحثا وان هيزي هاني بكن وان عسكرة توا شاندن بتشكلي وان باجارة فتح كرن. أما أنا وان بنزمان إن شاء الله. طبعا أول الجيش الذي أرسلها أبا بكر رضي الله عنه بقيادة يزيد ابن أبي سفيان أخ الكبير لمعاوية رضي الله عن الجميع. هؤلاء تأخر دخولهم في الإسلام، ولكن كانوا الناس معروفون، صاحب قيمة صاحب خبرة لهم شجاعة، وإن تأخر إسلامهم ولكن كانوا يستحقوا أن يكونوا قادة. فأبا بكر رضي الله عنه أرسله مع مجموعة من الصحابة، يعني آلاف الأشخاص، إلى منطقة دمشق. قال تذهب إلى دمشق العاصمة كما نقول، تذهب إلى هناك لفتح هذه البلاد، وإذا احتاج سائر الجبهات إلى المساعدة سنطلب منك المساعدة، ستكون في عونهم. ووصاه بوصية سأقرأ لكم بعد قليل الوصية الجميلة، وفيها كلمات ودروس وحكم عظيمة سنتكلم فيه إن شاء الله. هذا عولك حضرت أبو بكر شان بسروكاتيا يزيد كري أبو سفيان. أبو سفيان باب معاوية، يزيد بريوية جي ماستره، بريوية مازلنا بيزيده، إنسان كي محترم بو بقدر وقيمت بو. أفان إنسان هاني هناكي درنكة إسلامي، أما جعالي حربه دا جهاتي بون، خبرتا وان هبو، قرانية وان هبو، دنياي ديتبون. أبو بكر الصديق ويكر سروكي عسكر، قلت سروكي بي عسكري هانياري دي قالوا بيجي تقريبا نزل 3000 إنساني براشان عسكرشان. هدف هاوي قلت هاري در دورة باجار پایتخت سوري كمان به دمشق نابي بكرمانجي أمجرات بن شام تهاري لوي تلوان درا فتح بكي وقابك احتياجي تشيبو قوته ما يدني كل كيجي عليها بنت آلي كاريا وانجيبكي لهذا عول ويشان. وها نصيحتك قال لك خوش ليكر أو نصيحته أنا هناك كلمة بخينا إن شاء الله جبونا مزاكن شقا درسو حكمة كان آلية دا درس ذهبون. أول ما أوصاه قال إني وليتك لأبلوك وأجربك. يعني هذا اعلم أن التولي ليس شرفا ولكن امتحان، فإذا أنت أحسنت خلاص ستستمر في العمل، وإذا أسأت عزلتك. فهذا أولا، يعني أنا أوليك هذا الأمر، إذا تكون رجل محسن ستستمر، وإذا أسأت سأخذ منك هذه الوظيفة. فعليك بتقوى الله عز وجل، فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك. هكذا لا يخفى على الله خافية. اعلم هذا، الله يرى الظاهر ويرى الباطن. فأنت إذا توليت هذا الأمر فاعلم بأن الله يراقبك. يعني كم
نصيحة جميلة يذكره بالله عز وجل. لا يقول اذهب دمر اقتل اذبح، راقب الله عز وجل واعلم بأن الله يراك في كل شيء. ويقول وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا إليه بعمله، فاعلم هذا إذا تحب أن تكون قريبا من الله فلتحمل الذي يحبه الله، فإذا عملت بالذي يأمرك الله ستكون قريبا من الله عز وجل. حضرت أبو بكر أف نصيحته وصيتك دريج نصيحتك ليت كدبه متاكرية سروك جبون استستا تبكم دانا ما بكرديد بين سعيتي السعيتي تبكم جات إنسان كي باش آن خرابي كرتو إنسان كي باش وش خاده بترسي تكاري خود دوام بكي، اما اگر کیمانیت هبت شاشیتیا بکی از تجوازیفات بگرم یاش بیر وانکه دبیش خدای خو بترسه بزن به خدا در و تجد دینه هندره تجد دینه تشتی سرزمان ته خبردان ته تبکی خدای ویجد دینه تشتی دلت ده به خدای ویجد دینه. اولا بری هر تشتی وی انسان دشینه خدای د چعبی دم مازند کرد به خدای خوش بیر وانکه رب ته تدینه مراقباتت که چعب خدای سرته های تشته به تشتکی کیمانی نکی گاوا تو ساکینو بکی ت دردکی مازن خدای بین سرته اودبه بزن به ان انسان نزدیک خدای او کسی کو گهداری امر خدای کن کی گهداری امر خدای زیاده بکه او انسان ده نزدیک خدای لی امر کو گهداری خدای نکه او انسان دور خدای عز وجل و دور تخینه جسری حتی بنیتاب نصیحت آلت کیانه خدای شعبی دادا مازن کرن ابیا عولن. وكذلك ينصح بحسن المعاملة مع الجيوش، يقول وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم، فليكن لك معاملة جميلة مع الجنود حتى يحبك، لا تقول أنا سأشدد عليهم حتى يخافوا من الله، كن رحيما معهم حتى يحبوك. وابدأ بالخير وعدهم إياه، وإذا وعظتهم فأوجز، لا تتكلم كثيرا 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 فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وأصلح نفسك يصلح لك الله الناس، إذا تكون صالحا الله يصلح لك الناس والناس يكون في عونك. كلام جميل. يقول وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها، لا يقول اهمل الصلاة ما فيش مشكلة، لا، حافظ على الصلاة وصل بالناس جماعة وأديها بحقوقها، حق الله عز وجل وحق الجنود وحسن الكلام مع الجنود. كلمات جميلة جدا نحن نحتاج إليه في هذه العصر. خبردنا كادنا دبيجا داينو ساندنا تبع عسكري ترى برا بنرمائي بها. مثلا أنا زمانك وتبع بلكي إيكو عسكري كربن أم بيجن ضابط قبطان، يعني ضابط أبي وان دبي الوانخة تشتاج وان ربيجا، يعني الظلم دكن دبي برا عسكر جمان بترسن بلان حضرت أبو بكر دبي ناب وان نرم ببرشت حسبكن، يعني بحسكرني آلیکاریت بکه چوایه اشتر سخو آلیکاریت بکه چوایه والله اب ترسه فرصت بل سرت ادخه، اما اب حسكرني خب فدای تیشت که دبیچم کی سروک منه دبی بوانا نرم به تشتکی باش بوانا بدو بستینه تشتکی خوش دنی جوانا دبیجه دبی دماغ تا وعظ لوان کر دماغ تا نصیحت لوان کر دبی برا نصیحت تهندک و پر درج نکه ها صحتکی درج نکی دماغ و پر خبردان درج کر خبردان درج مرا خوشبیر وات که گوات صحتکی وانا خبر دی وی انسان اجبیر وات که اما به هندک خبردن بنا مانا درجت کن مجبوریه، يعني دبی خبردان و برهندک به پر خبردان خو درج نکه تلمیش که دبی صاحب جماعت خورا لمیش بکه لمیش خود وقت وان دا بکه لمیش خود درنگی نخینه ولمیش کرجی حق لمیش بدنه که رکوع سجود ترسا خوده برد دلی و دهبه واتی ولی لوی جهانی کر برای الميجا وبالترس به نصيحتك چقا خوشه، يعني خدای خوش بیر وانه که عسکر کبتر هاتنه دوان را انسان کی پاک و نرم به بروان عسكر اشته حسب کن دلوان بتوابه. وله كلام آخر جميل يقول وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرج من عسكرك وهم جاهلون به. إذا يأتاك العدو أو أحد الجواسيس أو الرسل العدو كما نقول، يعني إذا أتى إليك رجل ليس منك ولا من جماعتك فحاول أن يبقى قليلا بينك حتى إذا خرج لا يعلم عنك شيئا، إذا جلس كثيرا سيعلم ويرى العيوب والنواقص المدخل والمخرج، فإذا أتى احترمه، فهذا الاحترام من احترامك لنفسك فأنت تحترم الضيف، ولكن
فيكون وقوفه بينك قليل، وبعد ذلك فليذهب إلى بلده حتى إذا رجع وهو لا يدري عنكم عن جيوشكم شيئا، حتى يقول ولا ترينهم فيروا خيلك، يعني حتى يرى القوة فليروا القوة منك، وأنزلهم في ثروة عسكرك يروا الجيوش القوية، وامنع من قبلك من محادثاتهم، وكن أنت المتولي لكلامهم. امنع أصدقائك من الكلام معهم، لأن الصديق أحيانا يتكلم بكلام وهو يضرك، فحاول تكون أنت فقط الذي يتكلم معهم والباقي لا أحد يتكلم، أنت تتكلم حتى لا تعطي نواقص ولا تظهر عيوبا، لأن صديقك إذا تكلم قد يقول سرا من أسرارك وهم يعملون هذا الحساب، فأنت إذا تكلم لوحدك ولا تسمح لأحد أن يتكلم معهم. تشتكي دني إيرو الجماعة قتنا، هل الجماعة كردام قتنا يعني دبي يكي كرد گندیکی کرن شوان، يعني شوانه کی کرن امام، شوانه کرن امام چه زانف الله اکبر لما جا نیوروید که فاتحه بدنگی بلند خوان، تحیات بدنگی بلند خوان، سمع الله لمن حمده سبحان رب تبدنگی بلند خوان. جرا گوتن تچما و هاگر گو ما شون دین محمد دین آشکاره تشتکی و شرطی جرا لازمه يعني تماشا کن. ملت ما جانا تشتکی چه دبه تدبه شون تشتکی ما و شرطی تنبرهم هر کس بزان به ابي عيش عقل لنا يعني. مثلا إدارة مزقفت مهنة مزقفت أوروبا يجي كوملتش مزقفت هنا جماعت هنا يكي كنا جماعت بيجي يكي خريبة أم هر تشتاق جراد بيجن حيرات ما جراد بيجي تبي تشكي ما وشارتينينا كتشكي تاي وشارتي تنا بكرديد بخليل سريتها يعني تنا تشتكي جرا سرتها بن معلومات تهبه. إجا أبو بكر يزيد راد بيد بي قاباكو بكردي الرسول قاصد مزانة يعني الشي دبی گاوا کج نیاره تا یک هات براهندک ناوا ودا من زیاده درج نکه بس حتی روننه بروجا روننه گاوا زمانه کی درج ببینه عیبه ود دینه کیمانی ود دینه و چت کن و چناک براهندک هر زوره و زوهره کیمانی و گلک برانه دینه دبی اولا احترام هم بگره لورا میوانن احترام میوانه باشه اما براهندک ببینه که ایجاب کرد ببره قوته تبدینه مثلا در خجی که عسکری تبدینه ای آنش طیاره برای طیاره تبدینه اگر کو ایجاب کرد کو ایجاب نکرد پیشوان نکه خبردانه که چه بود بیت بتنه خبر ده برای هر کس بانه خبر نده. یعنی مثلا یک هات دخوازه تشتكي امام را خبر ده وده يحب الكلاقه امام رونشتنا وعلى اساس مساله فكري اسلاميه امام القراء عقلي برا خبر ده جماعات هر کس کی مثال کی جرا بهجه ایجا رشو سپید که ناوهب باشو نباش که ناوهب جراد بهجه ده دما خبر ده تبتني برا خبر ده بر هر کس خبر نده دما که هر کس خبر ده مال تخراكن ده كلمه کی بعربي هي الله اعلم بلكي قال لقمان حكيمه دبي عدو عاقل خير من صديق جاهل دبي نيارك بعاقل جدوستك احمق شيتره كما دبي نياري تبع عاقله حسابي دبي نياري معاقله فهمت كاز تلبي غورد دي دستيني انسان بعاقله لي دوستي تي احمق بخاطر تشتكي نزانه تخفى شرطيه تشتكي كريه تقوته خوش نياري خرانا بجبون بلانكي او چل بجه مراقه نکن والله حواله من هي ما شاء الله او سلامي او صلحي او بريوي گویا پس مدح تده ما لا تخرات يعني اجا ابي اجي نصيحته انا لتك دبي دمك تبير خبر ده تبتني خبر ده بر حواله خبر ندن يعني اجا ما جانا هيك تين جمع يا جي مرن جابيه كي ابي عاقل يكتني خبر ده اذن كاس كده بيخنا كله اك گندي وكم بن ام تب همرا خبرنا هر كاس كي تشكي زيادات ك داوود بيا ما تشتكي نيش سر ما تف دركات ما هر تشي خوش من لا تراغو ابو بكر الصديق خد جرازي بعد بي امان في تشتهاني نكي تبتني خبر ده بركاس كي تشتكي نظام هاتو شو يعني هاتو شو تشتكي فهم نكي والله كما هاتم كما شو كان حب عسكري كان حب ظلام قوته وانت كده تشتكي فهم نكي ابي تشتكي برمازنه درسك مازنت ده هي. وكذلك يوصيه بمتابعة الجيوش وهم حين يستعدوا أو حين يستريحوا أو حين يكونوا في الحراسة يقول وأكثر مفاجآتهم في محارسهم بغير علم منهم بك أي قم بزيارتهم
بدون أن تعطيهم الخبر حتى ترى هل هؤلاء يقظانين أم نائمون. فإذا أنت تقول يا جيوش أنا جاي سيقوم ويستعد، ولكن إذا زرتهم مفاجئا سيقول والله حينئذ سيكون على أهبة الاستعداد. لذلك يقول زرهم بدون أن تعطيهم الخبر حتى تعلم من يقظان ومن ليس بيقظان، من يحرس أو من هو متساهل في وظيفته. فالذي رأيته متساهل انصحه ولكن لا تشدد عليه، ولكن كذلك لا تهمل، حاول أن تعطيه الدرس حتى ينتبه. وصية جميلة جدا بهذا الأسلوب لجيش يذهب إلى فتح البلاد. تشتكي دني جراد بيجا دبي عسكرن يا عسكر قام بيوان هنا جيك ساكنن دبي سردانا وان بك هر زيارتي عسكر جيك تدا نوبت دقر نوبت وزانه چبك چی حارستي وان بيك تلفون وان بكي خبر بدي از هاتم جا استمنا نبيجه اما تقو هر وی گروه جا تماشا که وان کسی کو دد پاريزن دخودانا آنشیارن یعنی مشکابرا را گوتی تل بردر مزگفت بسکنی تیمه بپاريزي ولا كابرايم تلفوني كريا دستي خو او تلفوني تخوينه قهوه ود خو چه دروا كيك وره هندر چه بك هاي مجنا مينه جبروي ابو بكر الصديق جراد بيجه سردان عسكري خو بك بيكوت خبري بديوان جا تماشا كشيارن ان نشيارن چاوي اون وكري ان نفكري ما بسلمان تسليمي وان كريا وانش خو كتنا خو نيار موره امال مخراكه لدبي اگر تديت يك واي غافله تخوده اسرحت که عاجز ببه اما ظلمك جلينك يعني درسي بده كي شيار بك بيتبي كي مانيانه كريه اما زيده حقي ويجي جزاكي ندك يعني اود به يكي كو شيار بجي عفرمك بده كي بجي عفرم حتى في تشتي جوان راد بجي دبي ابي كتدي وكان انا عسكري مر نوبتي دغره دي ساعات جارك مثال كبر احتياجي هبه دبي ساعتك يا فرداويدا دبي ساعات ايفاري ابي نوبت دغرن برا مثلا 2 ساعات به مثال ابيك نزي سرس بيد گرم برا ساعتك بوي وقت خو شيرينه براوي وقت زوهرن ورن بفي شكل نصيحه دوان يعني عسكرك حاضرت که بني مسلمان ما يي وقت نه مكتونه مكتبه نه چونه يونيفرسيتي عسكري درسك نه خوندنه اما جنودا شو درس بعقل ددن عسكري خواكينو بكن في درس انا واكينو بكن في نصيحه انا لوان بك في واكينو فانا تف درس مازنن كو يرو يونيفرسيتي دادا عسكر انجاق في تشتت خوينن يعني انجاق او قصا كو وان انسان هاني ايمانه كوانا مازن هبو رب عالمي في درس وفي نصيحه انا لوان تكدغو اگهدار وان تشتي هاني بكن او عسكري هاني درباس وما انا بحث جروب دو يبكن ان شاء الله. طيب هذا انتهينا من وصية نصيحته ليزيد بن أبي سفيان. نأتي إلى الجيش الثاني الذي أرسله الجيش الثاني بقيادة الصحابي الذي رأى الرؤيا في حق أبا بكر شرحبيل بن حسن أرسله إلى الأردن قال أنت تذهب إلى الأردن تبوك إلى هذه المنطقة تقريبا 3000 4000 عدد جيوشه وقال قد سمعت وصيتي ليزيد سأضيف إليه كلمات أخرى قم بزيارة المريض وكذلك احضر الجنازات وصلي الصلاة في وقتها. زاد عليه هذه النصائح قال الكلام الأول أنت سمعته أضيف إليه قد غفلت عن ذكرها ليزيد احضر الجنائز إذا أحد مات وكذلك إذا هناك مرضى قم بزيارتهم وحاولوا أن تصلوا كذلك في أوقاتها. زاد له هذه الكلمات وأرسله إلى أردن. جروبا دودويا كشان شرحبيل او صحابيه كو حفتا شي ماغو خو در حق ابو بكر الصديق دا ديد قوم خو كي ديتيت شو علي شامدا ابو بكر قو والله مش كاسكي رانا قوتيا واشترت بيجم قوم خو ديتي يعني وار حاصل اوجي جروبا دودويا علي اردن اداشان تقريبا 3000 عسكري ويجي اداشان قوتي هاري منطقه هاني فاتح بكي جرا قو درسك تشتكم من يزيد را قوتي دنگ هاتيته لد سه تشتا مجبير باكر از يزيد را بيجم سردانا نخوشا بکه نخوشا کی چیبو سردانا وان بکه جنازه کی چیبو نبیجه برای یک هر سر المش که ته هر سر المش بکه لمش خود صد وقت ویدا بکن آگهدار وانا بن دبیم واناش بیر واکر کو از یزید را بیجم به وی شکل انه گروه دو اجی وی نصیحت انه لوان کر گوجی هر فرانجی انه او وی خدمت انه وی کار انه تلوی بکی ابي اجيبو گروه دو جيش الثالث الذي ارسله سيدنا ابا بكر بقياده ابا عبيده إلى حمص
فأرسله إلى هناك ومعه تقريبا 3 أو إلى 4000 جيش أرسله إلى حمص. الحمص تقريبا المنطقة بين الروم وبين الفرس الذي فتح المسلمون إلى هناك. أرسله مع مجموعة من الصحابة، وأرسل معه فارسا من فرسان العرب اسمه قيس بن هبيرة. سنقول كيف وصاه أبا بكر ووصى أبا عبيدة به، كذلك فيها درس جميل. عسكر السائق أبو بكر شان أبو عبيدة أبو عبيدة شان أو شان آلي حمصي. حمص بي وقت دكت حمصة سوري أنا هي أو حمصة أنا يعني أو حمص نابرة فارس أم بيجن عرض فارس أو آلي روم ده حدود وان دردات كذا بي وقت فارس حتى وان درد هات تبي 4000 صحابي عشان عسكر عشان لي شخص كي بكرديد بيجن ميرخاس ونزانن چنه قهرمان يجب كرديد بين بابا عقيد يعني انسان کی پرجه اکبوب ترکید بین بابایی کرمانجید بابا عقیته يعني یکی ظلام تیرا خو ظلام دوی وقت نوان دا مشهور بو صحابی بوجی ناوی قیس بو اوجی ناو عسکری وی دابو پر ظلامه کی مازن بو. اما انا تماشا کن بني ابو بكر الصديق چک خبردان کی جرات بيجه هم تشتك جويرات به وش ابو عبيده رج هدي رج نصيحته انتك. فابا بكر يوصي ابا عبيده بقيس يقول إنك قد صحيبك رجل عظيم الشرف فارس من فرسان العرب ليس بالمسلمين غنى عن رأيه، يعني الرجل ما شاء الله ومشورته وباسي في الحرب، فأدنيه وألطفه وأريه أنك غير مستغن عنه ولا مستهين بأمره، فإنك ستخرج أو تستخرج بذلك نصيحته لك وجده على عدوك. أي يقول رجل عظيم، رجل محترم، رجل شجاع، فاعلم هذا وحاول أن تستخرج منه هذه الشجاعة. ناديه، تكلم معه، قل نحن بحاجة إلى رأيك، ما رأيك، ما نفعل هكذا نفعل هكذا. أظهر له بأنك بحاجة إليه جدا وأنك تحترمه، فإذا أنت عملت هكذا هو سيكون صادقا معك وسيظهر لك شجاعته. هكذا يوصي أبا عبيدة بهذا الجند، لا يقول رجل طبيعي، لا رجل عظيم، فاعلم قدره وقيمته فأنت تحتاج إليه. جاء أبو عبيدة رد بيجي أبو عبيدة دبي وصا ظلامك مير تراهاتيه ظلامك عربا دايكاي ميرتنن ظلامك تماما دبي برانيزي كي تبع فيرا خبر ده فكرة يبسطينه في بشوره قبا كتشتكي تشيبو او قيب كان نزيكي خوب ربيجا والله ما شاء الله دمكي اسبر نزيكي تمه دبي دمات قيمته بدي تبين نزيك فكره يبسطيني او تجرى بيجي از محتاجه فكره تمه في وقتها هاني جدلو جام ترى خبر ده واك ظلامه بترى خبر ده اما قبا كتي بتشوك ديتو تجي وكا يكدي اسروكم اشزانم ازهر تشتانم تخبرنا دز امرتكم تبكي في وقت بيجي هركس شو اجي وها اما قيمته بدي تبيجي تظلامك بعقلي ظلامي بقوتي از محتاجه فكره تمام محتاجه سياسات تمام محتاجه شر تمام ابي وقت اجي ظلام بيجي والله ما دامت هاي اجي ظلامك ترى همه يعني از اجي قدريات ابكم بني انسان حق وان دوان نوكا ايرو يك تكي تظلامك در هاني تبچوكي اسروك تمام سروك ابني سرچعوا دفرد اي ظلامم يعني دفرد اجي بقوتهم في قدر قيمته هاني ديكي افيا سروك راد بيجت قيمتها في انسان زانبه اشترى لازم به اجا عينج في ظلام رج نصيحته قديد بيجا طبعا. ويدعو هذا الصحابي الجليل قيس يقول ودعا ابا بكر قيس وقال اني بعثتك مع ابي عبيده الامين الذي اذا ظلم لم يظلم واذا اسيء اليه غفر واذا قطع وصل رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين فلا تعصين له فلا تعصين له أمرا ولا تخالفن له رأيا فإنه لن يأمرك إلا بخير وقد أمرته أن يسمع منك فلا تأمره إلا بتقوى الله فقد كنا نسمع أنك شريف ذو بأس إلى آخر أنت رجل شجاع هكذا. فهذه المرة يتكلم مع هذا الجيش ويمدحه وينصحه ويقول بأنك قوي وأنك هكذا وهكذا. من ناحيتين يمدح الطرفين حتى يعرفوا قيمة بعضهما. إجاد فردا شدكير أبو بكر بانوي صحابية كان في قيس هذا قيس بهذا بمنتد قال أبو عبيدة شاندية
ابو عبيده ذاتك پر مازنها، ذاتك پر محترمه، پر بقيمته، انسانك دل نرمه، انسانك عاجز نابه. یک ظلمه لبکه و ظلمه ناکه، یک خرابیه بکه و قنجید گلواندکه، آگهداری وی بی. تو به امری اوی نکی، گهداری اوی بکی، نصیحت کی تکرد، نصیحتی و سرسر خو قبول بکی. بزن بيت تشتكي كشترى بيجا اشتدا خير تدا هي. ابو عبيده قابا كشترى جو قيس في تشتي انا بكي تبزن بخيره تتدا هي. بفي شكل هاني هر دو آلیاش گرم کرد، قیمت دا هر دو آلیاجی که هر دو آلیجی قدر و قیمته بزن بن پیک و شر بکن لهم بروان انسان هانه. طبعا قيس جرا دبيجا دبي اگر خدا عمري تو عمري مدريش كر تبديني اش ظلامه تبديني يعني تظلامتي ما بديني اگر كو ازنبرم تنمري اي خبر اشترى ورا كتش ظلامه كيما ودرتب دحب ظلامي وانا درت شارك دحب وانا ما اظن هردشتينا عرضه يعني اذا خبر جا ابو بكر تدبي والله خويا قوتنا خو دركت ما شاء الله سرسوز اخو سكني ظلامه كي وساكنو بو يعني بشكل يعني انسان جرى قدر ظلامه بدينه وما ظن بك ملته بتشوك نكه لجماعة مدى إنسان ما يبقى عاقل زانا هنا أمام شوك كان بقيمت كان جاهل أبي أنا زانا نو أنا هر إنسان أكيد مسألة كده كزيرة كجهاتي به دعاء جرابك و بيبدأ حس كرين بيبدأ زاني كو أبيا خده دايته قيمة أبيا بزان به بكار بينا يعني أما كابرا زيرة كزانا تجاهلي تنزاني توهاي شو خنا بيجي بيجي أما جاهل وخاش جاهل أنا تظلمهم أما قبل تقول تظلامي تزاناي تبقى عقلي تمردي تدس بكري أو يجي وظيفة خبك أف نصيحتان برد عقل مدابه. والجيش الأخير هو جيش عمرو بن العاص. أرسله سيدنا أبا بكر رضي الله عنه إلى فلسطين، قال أنت تذهب إلى فلسطين. طبعا عمرو بن العاص حينما ذهب وفي الطريق كان يرسل جيوش يمينا وشمالا حتى يجمع الأخبار، فحصل صادف مجموعة من جيوش الروم، حصل بينهم معركة صغيرة، هزموهم، أسروا كم واحد، أخذوا منهم المعلومات جيدة في حق تخطيطات الروم. فالصحابة الجيوش القادة الأربعة أرسلوا تراسلوا فيما بينهم وعلموا خطة الروم. الروم كان لديه كذلك مجموعات كبيرة من الجيوش من أنطاكية إلى تقريبا قريب جنب فلسطين إلى المناطق 5-6 أماكن 50-60 ألف في كل مكان. فخطة الروم كان أن يرسل الجيوش أولا إلى جيش يقضي عليه، إلى جيش آخر يقضي عليه هكذا. فالمسلمون فهموا الخطة فأرسلوا إلى أبا بكر رضي الله عنه وقالوا عدونا له خطة هكذا، فنحن نحب أن نجتمع في مكان نجمع الجيوش ونقابله دفعة واحدة. الخطة كان هكذا، سنقول في كلام إن شاء الله في الجمعة القادمة. ولكن هناك كلام جميل يقول أبا بكر رضي الله عنه لعمر حينما يناديه، يقول رسول الله قد أعطاك وظيفة وأنا أريد أن أرسلك إلى مكان آخر، إن أحببت أن تأتي فنحن بحاجة إلى رأيك وإلى فكرك. فيقول له كلام جميل عمر رضي الله عنه: إني سهم من سهم الإسلام أو سهم من سهام الإسلام، وأنت بعد الله الرامي بها، أولا الله وبعد ذلك أنت المسؤول، ارمي بها في سبيل الله، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارمي بها، فأنا مستعد تحت خدمتك. كلام جميل. أبا بكر يفرح ويقول خلاص، فأنا على ثقة بأنك ستعيننا، ويعطي هذه الوظيفة. كلام جميل أن نرى الناس في المجتمع يذهب إلى المراكز إلى أماكن يقول أنا أستطيع أن أقوم بهذا العمل، إذا احتجتم إليه فأنا جاهز. فهذا شيء جميل، مبادرة جميلة منه. عسكري چاراجي أبي عمرو كري عاص حضرت أبو بكر ويشان آلي فلسطين قلت جهر لوي. طبعا في تشتاج ورا بيجم عمر بريك هرا لجيكي وظيفك ويهبو پیغمبر يكربو والي جيكي. حضرت أبو بكر جرى مكتوبك شان قو عمر قو أز محتاجة تمه آلي كارية تدخوازم تواري تبقى عقلي تزاناي اگر كنت تبخازي كاري دوام بكي اما كنت تواري أز محتاجة تمه. عمر أصلا خبردانك خوش شرات بيجا إيرو في خبرداني بپراني أمنا بيجن بپراني لجانا هينكي براي مهنتين مزقفتي كرد ما يك دو بلكي نوان دهبن لأبي كنا كردن تين جامعة دبيجي مثلا إمام يجي إدارة دبي مثلا أز جبوياخي فهمتكم، أز جيراني فهمتكم، أز تشتكي خدمتك جامعة بس حاضر مغازي ممكن أستين بلاشتكم.
عمر دبیجه ابو بکر دبیجه از تیرکیش تیرا اسلام تیرو زانه چنه تیرک مرد دبیجه از تیرکاش یعنی اج عسكر کیش عسكر اسلامه ما دبی اولا خدا پاشته یعنی اولا خدا بیجه چیزی بکم آد دویا تم کدا با وجه از هرم از بن امر تدامه تسر شعب متقابل چه مرا مناسب دید از دکم دبی تماشا که چه دها بخیره اد کدا کارم خدمتک باش بکم تجمرة بيجا زي في خدمته هاني بكم از حاضر مشترى تشتكي قال لك خوشك ويرو ام دكاربن جيك ام تيدانه مثلا اوروبا جامعه مهنه يك جماعه مهرن جامعه بيجا حيره والله اج اوي فهمتكم اوا جامعه زراره كدي بان ممكن از خدمتي تكارم جمتي ابي از تكارم بكم يك بيجا از بواخد كارم بكم يك بيجا از تشتكي تكنيكي تكارم هر کس کی بشکل یک بيجا حيره بري منه ولا گندي ماز بنكارم عيشكي خدي بري دايما مصرفك لازم به فقيرك يبش مرا بجنس برا بدم مثلا تسيح براي مبتني انا حتى انا ما بيستي الحمد لله بي ميرانيان تكن واكيدي ام برد خودانا يعني كاسكي ناچ نا بجا جمت از في كاري بكم اما ابيش كيمانيه ما عمر ابو بكر غوغو تشب خير دي جمرا بجاس حاضر من امر تدامه يعني والله ابو بكر الصديق جيبي علي فلسطين داشان طبعا اجى لوي دي خبات وكارات كرن شر مازن امی هفتاتی ان شاء الله بحثای بکن کدوی دایدی در ولات شامه و بول پیش مسلمانا رب العالم عز وجل خير وسلامتي وخشيب دم تبا ان شاء الله الى ان نلتقي ابقوا في حفظ الله ورعايته ان شاء الله وسنستمر في تقديم دروس من تاريخ الاسلامي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته